عايز من 50 واحد اللي بيتفرجوا عليا في نهايه الفيديو ده يشيروه، عشان انا هقول لك ليه حال الكره المصريه بقى من سيء وراح للأسوأ. بس عايزك تصلي على النبي كده في الاول عليه الصلاه والسلام. عارف فيلم فول الصين العظيم بتاع محمد هنيدي اما قال لك وربنا لا نيمك من المغرب يا صين؟ مصر كانت بتنيم افريقيا من المغرب زي ما بيقولوا، والاهلي كان بينيمها من المغرب. جيل حسن شحاته 2006 2008 2010 طبعا افريقيا كانت احنا اسيادها ككوره. وفي جيل ابو تريكه برضو بركات والحضري وشوقي والناس دي مع جوزيه في الاهلي كان طبعا متسيد افريقيا في البطولات كلها. فليه الحال بينا وصل من المستوى ده اللي احنا البطولة بتاعت منتخب الشباب على ارضنا بنخسر 4 من السنغال وبنغلب من نيجيريا وبنتعادل مع موزمبيق وبنخرج؟ ليه وصل بينا الحل كده؟ عشان ما بقاش عندك ناشئ صح. ليه ما بقاش عندك ناشئ صح؟ عشان الاستثمار دخل في الكورة على الناشئين. هو الاستثمار وحش؟ اللي احنا بنعمله ده مش استثمار. الاستثمار اللي انا اجيب حاجة اصرف عليها صح وبعدين ابيعها تجيب لي حاجه احسن تجيب لي فلوس اكتر. لكن في مصر الحاجه اللي احنا جايه لنا هي اللي بتدفع لنا فلوس. ازاي بقى؟ عندك مدرب مبتدئ مثلا لسه مطلع الكارنيه بتاع اتحاد الكوره، يروح لنادي يشتري الفئه العمريه بتاعته، يعني مثلا يشتري مواليد 2006 يشتريها يدفع فيها فلوس للنادي ويروح يعمل اختبارات ويلم لعيبه. فمين اللي بيتأيد؟ اللي دفع فلوس، بيدفع من 5 ل 6000 جنيه اللعيب. طب اللعيب اللي جاي من الارياف اللي هو لو دخل في الحيطه يقسمها نصين زي ما بيقولوا، يعني ده جاي اصلا على حلم اللي هو يبقى لعيب كوره عشان يطلع مثلا عيلته ويطلع اهله ومنطقته من دنيا لدنيا. فبالتالي هو اصلا يعني معهوش الفلوس دي، فبالتالي ما بيتأيدش وبيتأيد اللي هو معاه فلوس. فهو وصل بينا الحال كده، اللي بيلعب اللي بيدفع. فشفناه كده بقى. يعني النتيجة ايه؟ منتخب الشباب، النتيجة الدوري المصري، النتيجة المنتخب الكبير الا بقى من رحم ربي. واخد بالك؟ النتيجة ما هيخلي بالك مع المنتخب الشباب ده او الفئة العمرية، الفئات العمرية دي هي بتسلم بعضيها لغاية ما يوصل فريق اول فيلعب ممتاز، يلعب فريق اول. فبالتالي مستوى الدوري بتاعك بقى قليل جدا بالدوريات اللي حواليك. عندك دلوقتي شمال افريقيا جاي، عندك جنوب افريقيا والفرق اللي تحت والمنتخبات جايه. شفنا السنغال ما شاء الله، شفنا الترجي والمغرب، وشفنا تونس الفرق اللي هناك والمنتخبات، المغرب ما شاء الله. لكن مصر عماله يتاخد منها البساط واحده واحده عشان احنا بنطبق الاستثمار غلط، ما بقاش عندنا ناشئين صح. طب الحل ايه؟ الحل بيتعمل في الوقت هو حاجه اسمها كابيتانو مصر، واللي هي بقت ايه؟ حاجه يعتبر من افضل البرامج اللي اتعملت في مصر. بتجيب اللعيب من الاختبار، بتصرف عليه، بتمرنه صح، بتاكله صح، هيطلع لك 100 محمد صلاح و100 النني هيطلع لك ابو تريكه وحازم امام وشيكابالا وعصام الحضري، هيطلع لك كل ده بس نعممه. يعني مثلا عندنا 27 محافظه نعمل فيها، يعني هي دي المسابقه بتاعتنا. نعمل مثلا في الاقصر 10 فرق، في المنيا 10، مش عارف في اسكندريه 10. اعمل، لو عملت 10 فرق في كل محافظه هيطلع لك 270 فريق وتصرف عليهم صح والاستثمار يبقى صح. تصرف على اللعيب، ما خلي بالك غزل المحله هياخد فلوس من ورا امام عاشور عشان احترف. محمد صلاح والنني لغايه دلوقتي المولين بياخد منهم فلوس من وراهم. يعني انت اما تصرف الاستثمار، المستثمرين يخشوا يعملوا دوري زي ده، دوري قوي، نجيب لعيبه صح، نصرف عليها صح، ناكلها ونشربها صح ونلبسها صح، هيطلع لك. ما اللعيبه دي بعد كده هتتفرغ للنوادي. عندك الزمالك 50 مليون بيشتري، عندك مش عارف الاهلي 50، بيراميدز مش عارف ايه يحترف 5-6 مليون يورو. فهتلاقي نفسك بقى عندك استثمار قوي جدا. عندك المستثمرين اللي دفعت هتاخد فلوسها بزياده، عندك المنتخب بتاعك بقى قوي، عندك الدوري بتاعك هيبقى قوي. لو اشتغلنا صح، خدنا الفكرة دي وطبقناها على العموم على كله، هتلاقي نفسك انت هترجع تاني متواجد. انت 104 مليون، سهل قوي تطلع 1000 محمد صلاح، مش 100 محمد صلاح و1000 النني و1000 ابو تريكة و1000 حازم امام وشيكابالا وعصام ووائل جمعة وحسام غالي وشوقي.
وبركات ومتعب. احنا مش لاقيين فرود لغايه دلوقتي. يعني في فرق بدات تطبق الاحتراف صح والناشئين صح. منتخب الشباب بتاع السنغال ما شاء الله تحس ان هو فريق اول اجسام، مش اللي هم متسننين، لا بيتغذوا صح، بيتعاملوا صح، مع ان هي دولة مش اغنى مننا اكيد يعني. فالاستثمار لو دخل صح في الكرة هنلاقي كتير، وهيعود على البلد وهيعود على النوادي، في دوريات عدتنا بمراحل. ويا ريت لو انت بقى لسه مكمل معايا في الفيديو بقى اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتشيره. يلا سلام.